كابتن سيد عبد الحفيظ النجم الكبير. يعني ابتسامه عارفها الابتسامه دي تحت كده هارد لك. كل سنه وانت طيب الاول وعوده حميده كل سنه وانت طيب يا كابتن احمد. مبروك امبارح. هارد لك. كوره طبعا، هي مباراه في الدوري، مباراه لسه يمكن تلت الدوري الاهلي بس اللي خلصوا او اقل من تلت المباراه يعني. دي كوره، انا شايف ان الدنيا مش ضلمه قوي يعني. ده تقييم الموقف. الاهلي على اعتاب حدث تاريخي مهم جدا ان يبقى الاتجاه كله رايح في الحته دي. هي مباراه وانتهت، كنت كويس كنت وحش، المهم ان هي انتهت يعني باي تفصيلها. لكن عندك حدث تاريخي بالنسبه لك، عندك بطوله دوري الابطال من 4 مباريات، عندك حدث مهم جدا بالنسبه لك ان انت توصل خامس فاينل افريقيا عدد متتالي ما حصلتش لاي فرقه في العالم تحديدا يعني افريقيا واسيا واوروبا يعني. ان انت تروح تقابل مازيمبي بمعنويات يعني كان مهم ان انت تعمل نتيجه كويسه، لكن في النهايه ده حصل يعني. هو ليه لما الزمالك بيكسب بتبقى عادي، هي دي كوره ومباراه عاديه وبثلاث نقاط والماتش ويعدي؟ لا بالعكس، ده الاهلي لما بيكسب هو اللي بتبقى المباراه عاديه وبثلاث نقاط وكده. انا بقول مبروك طبعا بس يعني بحس كده ان هو مباراه عاديه وبثلاث نقاط وخلاص عادي. التارجت وافريقيا لا التارجت بتاع بص يعني انا بشوف ان العقليه بتاعت الاهلي هي اللي وصلت الاهلي لكده. الاهلي هو اكبر تسويقا، هو اكبر انتشارا، هو اكبر بطولات، عشان العقليه بتاعته كده ان انت بتحقق التارجت. يعني مثلا الاهلي كسب الزمالك 5 من سنتين 3، خسر الدوري السنه دي على فكره. يعني انت مش هتفرح بنتيجه كبيره قوي وتخسر المباراه في البطوله الاهم في الاخر يعني. عشان كده بقول لك الصفحه تتقفل بايا كان بقى حلوها ومرها، عشان انت داخل بعد 4-5 ايام من دلوقتي. النهارده ايه؟ النهارده الثلاث يعني يوم السبت بالليل هتبقى محقق نتيجه ممكن تساعدك على مباراه العوده كابتن احمد، تمام؟ اللي هي افريقيا، اللي هي انت بتروح فيها لكاس العالم او بتاخد دورات كتيره، اكبر بطوله على المستوى القاري. الدوري انت 11 مباراه بس، في ارقام ممكن تبقى مؤشر بالنسبه لك انها مش لطيفه تاخد بالك منها، لكن ما تنساش كمان ان في عدد كبير جدا من اللعيبه والمهمه كمان بالذات هترجع لك. اتفاجئت بتشكيل كولر في هذه المباراه؟ للامانه يعني انا اشوف ان الراجل ده تحديدا يعني سيبك من امبارح، لكن بالمجمل عمل انجازات كبيره جدا وعمل بطولات كده. لكن امبارح حساباته ممكن ما تبقاش زي كل مره، وده وارد. جوارديولا نفسه هو بيلعب ريال مدريد لو تفتكر من 3 سنين هو كان عمل تغييرتين وهو بيلعب وهو جوارديولا يعني اكتر جوارديولا احسن مدرب في العالم يعني، فبتحصل يعني. لكن اللي انا عايز اقوله بس ان انا مش عايز اقف على دي، عشان انا حاسس ان ممكن تبقى الدنيا ضلمه قوي، فالدنيا تبقى مسوده قوي وسوده خالص، فلا تقدر ترجع لدوري ولا تاخد بطوله افريقيا وانت عندك 40 يوم من دلوقتي. النهارده 15/4 يوم 26/5 يعني بتتكلم في حوالي 41 من دلوقتي، 41 يوم من دلوقتي ممكن تبقى بطل افريقيا وترجع للدوري بشكل كويس قوي، لان انت في النهايه بحسابات المباريات يعني انت يا اما زياده نقطه يا اما اقل نقطه يا كابتن احمد، وفاضل 17 مباراه ثانيه يعني. طيب ده رايي العام كابتن احمد، ده كلام محترم بالتاكيد، لان ده تصرف انا بشوف انه تصرف صغير قوي في مباراه كبيره جدا. فما ينفعش ان انت تعمل التصرف ده. يعني ما ينفعش ان يبقى فيه، هي اسوأ لقطه في اللقاء امبارح، اسوأ لقطه في اللقاء يعني. وانا بدي الزمالك حقه، الزمالك كافح امبارح كفاح رهيب جدا، وكان تحديدا الشوط الثاني ممكن تكون الفنيات عند الزمالك قلت قوي، الجري بقى فيه معدل جري شويه، ناصر ماهر عمل مباراه رائعه، لكن الحته البدنيه بدات تقل شويه، فبدا يبقى فيه تسرع في حته القرارات، فبدا يبقى فيه نوع من التكالين كتير قوي، لكن كان فيه روح وكفاح عند الزمالك. لكن اللقطه الوحشه في الموضوع هي الثلاث كرات فيما يخص الربط اللي انت بتتكلم عليه بقى مهيب ده. يعني كان مقبول جدا في شمال افريقيا، يعني انت وانت بتلعب في شمال افريقيا اللي عنده خبرات وراح شمال افريقيا كتير يا كابتن احمد، والزمالك كمان وهو بيلعب مع الوداد او بيلعب مع الترجي او وتحديدا في المغرب يمكن بتكتر اكتر في المغرب. هم جالسين في اي حاجه بيعملوا اضاعه الوقت، القوه، حاجات كتير. في اخر 10 15 اخر 10 15 دقيقه تكاد تكون الكور ما بترجعش اصلا. بس انت ما بترجعش اصلا. بس طب انت عملتها ليه طيب؟ انا هقول لك عملتها ليه. لا انا عملتها ليه؟ لان احنا عندنا سابق تعامل قبل كده، فانا عارف ممكن دي كوره يعني ممكن في لحظه الوداد يجيب جول، مش هنلاقي بقى، مش هنلعب 10 12 دقيقه يعني. ف الاتحاد الافريقي كان مدينا 10 كور خاصه بالنهائي، تمام؟ فالكور اللي هتبقى موجوده هي نفس الكور اللي اتمرنا بيها، فانا ما كانش معايا كورتين بس، انا كان معايا 10 على فكره، كان معايا 10 في 10 كور. ما هم اللي احنا واخدينهم، انا هحتاجهم في ايه؟ انا اكسب الماتش وياخدوا ال10 اكسب البطوله وياخدوا ال10 لكن عشان اكون
منصف جدا. انا لو موجود امبارح حتى يعني مش هيجي في دماغك ان فرقه بحجم نادي الزمالك ومكانه نادي الزمالك وبيلعب في الدوري المصري يعني تخبي الكور يعني او تشيلها يعني. لا مش انا رجعت بثلاث كور يا هي بص مش هتعملها بس ايه ياما الاهلي سرق اخر دقيقه الهدف ماتشات من نادي الزمالك يمكن دي يعني حاجه نفسيه حد عملها الله اعلم مين يعني سرق الهدف لكن ما سرقش الكوره نفسها. لا سرق هدف هو الماتش بيتسرق انا بتكلم على الماتش انا رجعت ثلاث كور يا مهيب على احنا فكرة. متصيدين ماتش السعوديه انا رجعت ثلاث كور من الكور اللي احنا لعبنا بيها دي. والله خدت في واحده اديتها الكولر وواحده عندي في البيت لحد دلوقتي. الثالثه اديها لابراهيم نور الدين عشان يلعب. تجيب لي سيره ابراهيم نور الدين ما بلاش هجيبوه هتقولي ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين امبارح انت عارف اللي عمل المشكله بتاعت الموضوع دي يعني امبارح مثلا احنا ممكن كان لجنه المسابقات او الانضباط انا ما اعرفش مين اللي خد القرارات النهارده ما اعرفش كانت منوطه بايه يعني لكن دي كانت تتحل في دقيقه واحده كده يعني الحكم بص هياخد عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. تغريم نادي الزمالك 50,000 جنيه بسبب سحب وإخفاء الكرات. يعني نادي الزمالك تم تطبيق عقوبة عليه 50,000 جنيه بسبب الكور. وعقوبة أخرى إيقاف مدير إداري نادي الزمالك مباراتين واستبعاد ميلا عامل فريق نادي الزمالك 4 مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات. في عقوبات مش فاهم في ازدواجية في اللحظة. يعني في عقوبات ممكن تبقى عقوبات انضباطيه او عقوبات لائحيه وارد جدا مش وارد هو ده اللي بيحصل لكن في حاجات كمان لازم تحصل في وقتها عشان كل واحد ياخد حقه. انا اشوف ان ده تصرف المجموعه المسؤوله عن الماتش كلها الحكام اللي موجوده بقياده ابراهيم نور الدين كابتن ابراهيم نور يعني الدين. بتحمل ابراهيم نور الدين المسؤوليه. ما انت شفت انت تعمل ايه بقى يعني انا لو حكم الماتش هوقف الماتش واروح للمنسق او اروح للمراقب او اروح للحكم الرابع. فين الكور يا استاذ انت هو فين هم هيقول لي مثلا مش موجود. خلي بالك ده كان في اخر كام ان شاء الله حتى فاضل ربع دقيقه. ان شاء الله حتى فاضل ربع. اقول لك على حاجه لجوميز بتاع حكم جنوب افريقيا. انت عارف جوميز ده واحنا بنلاعب فرقه كابتن احمد هناك في اي حته في الدنيا وواحد مثلا يتعمد اضاعه الوقت ان هو يقع فالناس تنزل له في اخر دقيقتين ثلاثه. عارف كان بيعمل ايه؟ كان بيوقفه على الخط يا مهيب وهو متاكد ان هو بيضيع وقت ما يرضاش ينزله على طول. عشان يعمل الخلل ده عشان يعمل خلاص انت مش عايز تضيع وقت ضيع وقت وانت بره. فالحكم يروح للمنسق يروح للمراقب يقول له فين الكور وبعدين يروح للجهاز الفني بتاع الزمالك ان شاء الله حتى يطرد اي حد لا ياخد الموقف ده. الناس ساعتها هتحس انها خدت حقها اللي هو الوقت يعني. لكن انا ما بحبش اضاعه الوقت انا في اللعيبه. لكن في النهايه يعني حتى ممكن تنزل الكور وما الاهلي ما يسجلش يعني.